يوم من الأيام اجا أبوي اعطاني كيس مليان مسامير وقال لي بابا أريدك كل ما ضرب الشخص أو أهن الشخص أو جرح الشخص تروح للسياج أو سور الحديقة وتطرق بيه مسمار. أنا هنا ما فهمت ليش والدي طلب منا هذا الطلب، لكن سمعت كلام أبوي وقمت كل ما أظلم أحد أو أصرخ بوجه أحد أو أجرح أحد أجي أطرق مسمار على السور. بمرور الأيام بديت أتحكم بنفسي وبدأ ينخفض عدد المسامير اللي أطرقها، إلى أن وصلت اليوم ما طرقت بي ولا مسمار. من شدة الفرحة رحت لأبوي ركض وقلت له اليوم ما طرقت ولا مسمار. فقال لي أحسنت وعاشت إيدك، أنت الآن شخص يتحكم بنفسه وأعصابه، لكن مهمتك بعد ما انتهت. أنا هنا استغربت وقلت له ايش راح أسوي بعد هذا؟ فقال له أبوي لي هسه قاعد يسمعني، مع كل يوم يمضي وما تزعج أو تجرح أو تظلم بي أحد انزع مسمار من المسامير طرقتها بالسور. بالفعل مرت الأيام واستمريت بنزع هاي المسامير عن كل يوم ما أذي بي أحد، إلى أن وصلت لليوم اللي نزعت بي آخر مسمار بهذا السور. وأنا هنا طرت من الفرحة ورحت لأبوي حتى أقول له، فمن قلت له جابنا أبوي ووقفني بهذا السور وقال لي أحسنت وكلش عاشت إيدك، أنت مو بالشخص متحكم بأعصابه فقط، أنت أصبحت شخص طيب ما يأذي أحد، لكن أريدك تنظر للثقوب اللي خلفتها المسامير. قال لي أنت قدرت تنزع المسامير اللي طرقتها، لكن ما قدرت ولا راح تقدر تمحي الثقوب اللي تركتها المسامير. وقال لي كلام أخير اللي هو هذا العبرة من فيديو اليوم، كذلك هم البشر يا ابني، حين تجرح أحدهم فأنت تطرق مسمارا في قلبه. وحتى أنا اعتذرت وأزلت ذلك المسمار، لكنك لم تنزع أثره، بل وسيبقى كذكرى مؤلمة في حياة ذلك الشخص ما دام على قيد الحياة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وأنا ماهي من أصدقائي يسموني المحفز.